زكو حبيبي، متابعة خليفة علي المرجاني، جدو الشايب، أمير بروز. شوفوا لي الساعة 3 وطلبت عندنا أجنحة ومشويات يمه بطيبة. تعالوا خلنا نراويكم الأكل مال أبو طيبة اللي نزله أنا وباقر والولد جماعتي ونقيمه لكم من 10. طبعا احنا أول مرة نجي مشويات أبو طيبة وعلوش جاي قبل، فاليوم أنا وجماعتي راح ناكل ونقيم باللي يرضى الله. شريتكم تكملون هذا الفلوق الحلو الجميل والتقييم من 10. وهسه خلنا نراويكم هذا المنظر الفاخر، مشويات ابو طيبه بنواحه للاجنحه والتكه الدجاج والعرايس والدجاج، كل شيء متوفر عنده. سمن بالله اللي يتعنى من مكان بعيد، طبعا هاي كلها محبه المشويات ابو طيبه، لو مو محبه ما نجي والله. وهذا المنيو مال ابو طيبه الخاص، راح ننزل الاكل انا والاصدقاء وراح نقيم لكم الاكل من 10. والله اول مره اجي صراحه اجواء تخبل هنا يعني ام فوله فول. صدق ايش قد ما اكلنا اجنحة بالمدينة وغير يعني مناطق، بس أنا رأيي مال أبو طيبة 10 من 10. تعب من الصبح لحد الليل هاي، لكن انا راح اذبك طاقتي وراح احط اختياري بكل مصداقيه، يعني غلطه واحده ان شاء الله ماكو، وانا واثق بابو طيبه. وهسه مثل ما تشوفون نزلت صينيه السعاده، طبعا هاي الصينيه كلها كلفتنا 36,000، فيها اجنحه فيها عرايس فيها تكه، فراح ناكل ونعطيكم التقييم باخر المقطع. سوت مين ابو طيبه؟ يعني ماكو احنا لكن من المدينه عمي، الاجنحه مالت ابو طيبه فول ومكفول كفيلكم الله، يعني ماكو هيك طعم. عارفين من اثنين من جماعتك من يقولوا لك احنا نروح ناكل بس على قد جناح واحد ونرجع، طبعا هاي الصينيه الولد كلها سقطوها، عبن الطعم ماله خيالي قسما بالله. علوش تقييمك النهائي من 10 للمطعم؟ والله 100 من 10 بدون مجامله. صلى على محمد. وتمام علي. شنو الاجنحه فول؟ اليوم فول اليوم. بالنسبه للاكل 10 على 10. حلو. بس انا اقول لك المكان مو جاي تشوف هي اجواء شعبيه، هي اجواء شعبيه، بس يعني مكان شو ما تقول صايره حصره، لا واحد يقدر ياكل براحته، لا هاي ميز بصفيز. حلوه اجواء شعبيه، هي اجواء حلوه، بس يعني قصدي لو مكان اكبر شيء تطلع المكان يطلع احلى ان شاء الله بالمستقبل افتح لك فرع باسم تويتر. تقييمك النهائي من 10؟ والله كنت غاراني من هذا ابو العوف ابو قلبيه، كان مسوي رجيم وانا مسويت رجيم وهسه طقيت الرجيم خويا اللي بالقران الكريم 100 من 10. حلاوه تقييمك النهائي المشويات واجنحه ابو طيبه من 10 باللي يرضى الله. والله العظيم والله العظيم والله العظيم التقييم ما اقول لكم 10 من 10، 9 من 10. قل لي ليش؟ شنو السبب؟ بس المكان